خلاص، صفر يوم. النهاردة بليل مكسيكو ضد ساوث أفريكا في أزتكا، وكأس العام 2026 بيفتح رسمي. أنا صحيت من بدري عشان أجمع لكم كل اللي حصل في ال6 ساعات اللي فاتوا، وفي خبر واحد هيوجعك هقولهولكوا في الآخر. وقبل ما مونديال يبتدي بساعات، بورتوغال اتعادلت مع نيجيريا 1-1 في ودية. بيدرو نيتو سجل في ال23، وبعدها ب14 دقيقة أكور آدمز بتاع سيفيا رد بهدف. كريستيانو كان أساسي. نيجيريا مش في مونديال أصلاً، وقدرت تجيب التعادل. وفي مؤتمر إنفانتينو قبل الافتتاح، صحفي BBC سأله على الهوا: أنت ضيعت السيطرة على بطولتك؟ رد عليه إنفانتينو: اهدى، ارتاح. حلو الكلام ده. تأشيرات ملغية، تذاكر ب50,000 دولار محدش شاريها، حكم صومالي اتمنع من الدخول، وانت بتقول لنا اهدى؟ في رأيي ده مش رئيس اتحاد، ده متفرج. في ثبي. وفي أخبار تانية، ماتش إنجلند وكوستاريكا الودي في أورلاندو اتأجل بسبب عاصفة رعدية. توخل كان مختار تشكيل قوي، الجماهير قاعدة في أما درجات، والسما فتحت علينا. أول ماتش ريبالي مونديال في أمريكا، وكل اللي اتأكد إن الطقس هيبقى موضوع. وخليني أوجعك بالرقم اللي وعدتك بيه: ميروسلاف كلوسا عنده 17 فوز في تاريخ كأس العالم، رقم قياسي. ميسي دلوقتي على 16. لو الأرجنتين كسبت ماتش واحد بس في الأمونديال ده، ميسي هيتعادل مع كلوسا، ولو كسبوا 2 هياخد الرقم لوحده. آخر رقصة بجت. طب وانت اللي قاعد قدام موبايل ده؟ المونديال بيفتح بعد ساعات. انهي منتخب شايف إنه هيرفع الكأس في الآخر؟ سيبها لي تحت، أنا قاعد بقرأ كل كومنت قبل ماتش مصر يوم 13.